جماعه انا لا مع الراجل ولا مع الست، انا مع الانسان في المطلق. انا التربيه بقت جايه على وشي مش جايه عليا طبيعي، مبقاش عندي طاقه ومبقاش عندي حمل. ان زمان كانوا بيخلفوا بالسته والسبعه، بس عارف انت انا لو جبت السته والسبعه دول انت مش هتلاقي تصرف عليهم برضه. فهي نفس الفكره، انت بتشتغل بدل الشغلانه 2 وبتاخد اوفر تايم، تاخد في وشك زينا برضه بس في الشغل مش ملاحق مصاريف غير على واحد بالعافيه. انا مضطره ان انزل اشتغل عشان يمكن اساعد، فاجي على البيت وعلى دوري كأم وعلى نفسيتي، وانت المسؤوليات تزيد عليك وبقيت مش عايز ترجع البيت من كتر الطلبات. انا مهدوده من التفاصيل والطلبات الصغيره اللي ما بتخلص، وانت مسحول من الحسابات اللي ما بتتقفلش والقروض اللي ما بتنتهيش. انا بقيت بنام وانا حاسه بالذنب ان انا مش الام المثاليه اللي شفتها في حياتي قبل كده عشان بعمل ادوار تانية، وانت بتنام متضايق من نفسك عشان اصلا حاسس ان حتى دورك بكل اللي انت بتعمله ده مش مكفي ومش عارف المفروض تجيب مين يعمل دور ايه. فوالله يا جماعه احنا عايزين زنجبيل. عامه احنا الاتنين ما بنحبش المشاكل، احنا الاتنين عايزين حد يفهمنا من غير ما نتكلم عشان مش ناقصه، احنا الاتنين ما بنحبش النكد. عارفه انها صادمه ليك كستات ان احنا ما بنحبوش، والله ما بنحبه. فانا رايي اقتراحي نجيب حد تالت بقى في العلاقات كلها معاه طاقه ومجهود وفلوس بس كده. شكرا.